إسرائيل بتستنجد بأمريكا بسبب تحركات مصر العسكرية. الفترة الأخيرة مصر زودت تجهيزاتها العسكرية بشكل واضح في سيناء، نشرت قوات إضافية، طورت بنيتها العسكرية، وعقدت صفقات تسليح في منها اللي معلن وفي اللي لا. والتحركات دي زادت بعد كلام ترامب عن التهجير، وإسرائيل طبعا متابعة كل ده بقلق كبير، وبدأوا يطلبوا من أمريكا التدخل بحجة إن مصر ما عندهاش تهديدات مباشرة تبرر اللي بتعمله. بس التدخل مش هيبقى في مصلحة ترامب، مش بس عشان الاستعدادات اللي مصر واخداها، بس عشان لو أمريكا اتدخلت ممكن جدا كل الدول اللي معاديه لترامب زي الاتحاد الاوروبي او دوله زي الصين او روسيا او غيرهم كتير ممكن يدعموا مصر. غير كده ترامب عنده مصالح في الشرق الاوسط، زي انه يكمل مفاوضات التطبيع مع السعوديه اللي اتعطلت بسبب الحرب، كمان اي مواجهه جديده ممكن ترفع اسعار البترول، ودي اخر حاجه هو عايزها دلوقتي. غير ان ايران واليمن ممكن يستغلوا الوضع لصالحهم، وده هيزود الضغط عليه اكتر. اسرائيل عايزه امريكا تتحرك، بس السؤال بقى، تفتكروا ترامب هيتدخل وينقذهم ولا هيحافظ على مصالحه ويسيبهم لوحدهم؟ خليكم معايا عشان تعرفوا الكلام عليه.